يا مساء الفل، كل سنة وانتم طيبين وعيد مولد نبوي سعيد عليكم يا رب، وينعاد عليكم الأيام بالخير واليمن والبركات. حبيت ان انا اجمع كل الوصفات اللي انا عملتها لمولد النبي وحلويات مولد النبي واطلعها لكم في فيديو واحد. عملنا مع بعض الملبن بالسوداني، الملبن الأحمر زي ما انتم شايفين كده، ليه مطة تحفة وجميلة جدا. وكل الفيديوهات دي وكل الوصفات دي هحط لكم اللينكات بتاعتها تحت الفيديو دوت في اول تعليق. وعملنا كمان الفولية مقرمشة وتحفة، وعايزة اقول لكم سكرها مظبوط جدا جدا جدا. عملنا كمان القشطة الجميلة التحفة دي، شوفوا طريقة ازاي وبشيلها بكل سهولة. عايزه اقول لكم ان انا عاملاها يعني ايه، مكوناتها بسيطه جدا وموجوده في كل بيت. وهقول لكم كمان على المفاجاه، والله عاملاها بسكر التموين، فمش مكلفه خالص، وبحاجات بسيطه هنقدر نعمل كل الحاجات الجميله ديت. دي قشطه حلاوه المولد. عايزه اقول لكم جميله قوي ومطاطه كده زي ما انتم شايفينها، وجوسي وجميله قوي. ودي كمان فخفخينه قمر الدين، عملت منها رول كبير واتنين رول صغير. الحشوه بتاعتها طبعا زي ما احنا عارفين بجوز الهند زي ما احنا شايفين كده، ونقدر نحط فيها فستق من جوه، بس انا ما كانش متاح بالنسبه لي ان انا احط فستق. كان عندي سوداني وعندي عين جمل، بس ايه حبيت ان انا اعملها بجوز الهند بس عشان يعني ايه يحسوا بالطعم. عايزه اقول لكم وصفه تستحق التجربه. كمان عملنا السمسمية، طبعا زي ما احنا عارفين السمسمية لا غنى عنها طبعا في حلاوة المولد، دي العشق بالنسبة لي، بحبها جدا، هي والسودانية والحمصية. بس مرضتش اجيب الحمصية بقى اعملها السنة دي عشان عندي طفلة يعني ايه تعبانة ما ينفعش تاكل منها. وعملنا كمان الملبن بعين الجمل زي ما انتم شايفين كده، الملبن الحبل عايزه اقول لكم تحفه، وما حطيتوش في التلاجة وكان متماسك وجميل قوي. وكمان عملنا الملبن بالسوداني بطعم مختلف خالص، طعم ايه يا امان؟ طعم التوت. نقدر نعمل الملبن بكل الاطعمه، ممكن نعمله بتوت، ممكن نعمله ببرتقان، بيوسفي، باي حاجه، بفراوله، المتاح عندكم. وكانت هي دي النتيجه معانا. ويا رب الوصفات تنول اعجابكم، وان شاء الله هحط لكم كل اللينكات دي عشان لو عايزين ترجعوا لها تاني. مش شرط بقى يبقى في حلاوه مولد وفي مولد، لو عايزين ترجعوا لها تاني عشان برضو تعملوا حاجات اقتصاديه لولادكم في البيت، يبقى حاجه حلوه معاهم وهم رايحين المدرسه. حاجه حلوه عايزين بدل ما يشتروا حاجات من بره، شيبسيات وحاجات من دي، فدي تبقى سهله بالنسبه لك ان انت تعمليها في متناول ايدينا كلنا. وعايزه اقول لكم اللي هيشوف دي، لو رحت جبتي من كل حاجة جزء منها، من علبة من بره، والله هتكلفك قد كده. ويا رب الوصفات بتاعتي تكون نالت اعجابكم. وما تنسونيش من اللايك والشير والمتابعة للصفحة. لو انا استحق، لو انتوا شايفين تعبي دوت يستحق، اعملوا لي لايك وشير ومتابعة للصفحة. وكمان ما تنسوش تصلوا على النبي كتير في الكومنتات، ودعوة حلوة من قلبكم. متشكرة جدا على تعليقاتكم الجميلة وكلامكم الحلو الراقي.